انت بقى يا اللي عامل لي السيد اللي جوزها يقول لها يا عوره يلعبوا بيها الكوره، وانت كمان يا اللي منشفه دماغك وبتعندي، ده كله بيجي عليكي في الاخر وبيجي على اولادك وبيتك وجوزك، وانت اللي بتخسري وولادك اللي بيخسروا. فاحنا يا جماعه عايزين نلم الامور ما بين الاب والام، وعايزين الكلام دوت يوصل لكل اب وكل ام، والكلام دوت انا كاتباه مخصوص، والله كاتباه قعدت افكر فيه. هو فيديو بسيط وهيعجبكم، وان شاء الله يعجبكم وينور رضاكم، وان شاء الله كل اب وكل ام يخلي بالهم من نفسهم ومن مراتاتهم ومن اجوازتهم ومن عيالهم، ويا رب كده يسعد الجميع ويوفقكم في حياتكم ويوفق كل الاولاد ويوفق كل الناس، ويعيشوا حياة سعيدة، وربنا يا رب يكملها بالستر علينا كلنا وما يخيبش ظننا في اي حاجة وحشة. وتعالوا يلا اسمعوا الفيديو، شوف انا هتكلم في ايه النهارده، يا رب الفيديو يعجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه النهارده؟ يا رب تكونوا بخير، في صحة وفي سعادة وفي راحة بال من رب العالمين. وحشتوني قوي قوي من الفيديو اللي فات، والنهارده راجعه لكم في فيديو جديد، فيديو مفيد جدا جدا لكل اب وكل ام وللاولاد كمان. انا النهارده هتكلم عن الحياه الزوجيه بصفه عامه، بس قبل ما اتكلم عن الفيديو اتمنى اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان خاطر يوصلكم مني كل جديد. تعالوا بقى النهارده نشوف المشاكل الزوجيه اللي بتقابل كل بيت من الاب ومن الام. الست تيجي تقولك ايه؟ انا جوزي عامل فيها السيد، انا جوزي كل يوم يقول لي ما تنزليش من باب البيت، انا جوزي مكشر في وشي. يا عم افرد وشك، الله يكرمك عشان خاطر ربنا يرضى عنك وعشان خاطر العيشه تمشي. انا جوزي بخيل معايا في مشاعره وفي عواطفه وفي فلوسه، اعمل ايه؟ تعالوا بقى يا ستي اقولك تعملي ايه وتتصرفي معاه ازاي. ده انا بقى ام يوسف النهارده وجايبالك شويه افكار مش عايزه اقولك عليها لكل ست مصريه يا جماعه بتعاني. اول حاجه هقولك الراجل المصري، هقول للراجل المصري اتقي الله في النساء، اتقي الله في مراتك فانهن عوان لك. خلاص كده؟ الست يا جماعه الرساله دي للست، الست هتشيلك في تعبك وهتشيلك في فلسك، بعد الشر يعني لو فلست ولا جرالك حاجه مش هتلاقي غيرها في ظهرك. والكل يا جماعه لكل رجل وراء كل رجل عظيم امراه عظيمه. طبعا احنا بنسمع المقوله دي دايما لان دي مقوله علميه ومقوله يعني حلوه كده، واحنا عايزين بقى ايه؟ نشرف جوازاتنا كده ونشرف رجالتنا يا جماعه. احنا عايزين بقى ايه؟ يعني الراجل داخل من باب البيت تعبان نطبطب عليه نقول له الحمد لله على السلامه، ازيك، عملت ايه النهارده في شغلك، يا رب يكون ربنا كرمك. لو جه مثلا اداكي شويه فلوس قولوا له ربنا يرزقك. انت صحيح انت راجلنا وانت حمينا وانت يعني ايه، ما تجيش فيه شويتين كده يمكن ربنا يكرمه ويبقى كويس معاكي. خلاص كده؟ يبقى الست يا جماعه هتشيلك في تعبك وهتشيلك وتغطيك برموش عينيها، بس انت لازم تبقى معاها كويس وسخي. انت فاهم انت من كلمه من سخي دي؟ الستات بتموت في الفلوس يا جماعه. ماشي كده؟ طيب. وايدك فرطه معاها قوي. خلاص كده؟ طيب. انا يعني بشكر كل راجل معزز مراته، بقول لكم شكرا شكرا وتحياتي ليكم. تحيه لكل راجل بيحب مراته وبيحافظ على بيته، وتحيه لكل راجل عارف قيمه مراته وبيحافظ على بيته. عايزه اقول لك شكرا 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 جدا ليك، لانك بتعرف تحافظ على مراتك وبتعرف تحافظ على بيتك وبتعرف يعني تكون عطوف وحنون على مراتك. تمام؟ فلازم يا جماعه الرجاله برضو زي ما احنا بنطلب من الستات ان هم يكونوا كويسين، لازم الرجاله هي كمان تكون كويسه. مش الراجل جيبه بس، لا، الراجل دوت معناه كبير كتير. الراجل دوت معناه مش في المصاريف وبس، الراجل ده معناه في الاهتمام، الراجل ده معناه في الاحتواء، الراجل ده معناه في العطف، الراجل ده معناه في الحنان، الراجل ده معناه انه يتناقش ويتكلم مع مراته وولاده ويحسسهم بقيمتهم ويدافع عنهم. الراجل ده معناه الامان لبيته ولمراته ولولاده. والست قسما بالله لو لقيت الامان ولقيت اللي انا بقول لكم عليه دوت، انا الكلام ده للرجاله يا جماعه، عمرهم في حياتهم ما هيستغنوا عنكم.
خلاص انا كده اتكلمت على الرجاله بوجه عام. تعالوا بقى نشوف الستات. الست يا جماعه، الست مش ست بمعنى كلمه ان هي تنظف وتغسل وتعمل طبعا دي واجباتها اليوميه. وانا بقول لها، بقول تحيه لكل ست مصريه على اللي هي بتقوم بيه كل يوم. بس لازم كمان تاخدي بالك من جوزك ومن بيتك ومن عيالك. الفيديو دوت انا عاملاه النهارده للرجاله والستات عشان محدش يزعل مني. كل واحد لازم يعرف واجباته، كل واحد لازم يعرف مسؤولياته علشان خاطر الدنيا تمشي. كل واحد فينا. انا كمان بقول يا ست الستات، قومي الصبح اضحكي في وش جوزك، قولي له صباح الخير. لحسن هتلاقي زميلته في الشغل بتقول له صباح الخير، والسكرتيره بتاعته بتقول له صباح النور، وكده يعني، والدنيا هتمشي معاه بره زي الفل، وهيجي يقلب عليك انت في الاخر. بس وانت كمان يا سي السيد، خدها في حضنك وحسسها بالامان. لان الست يا جماعه لو ما حسيتش بالامان ليوم واحد بس، بتبقى الحمد لله يعني الامور معاها ما بتبقاش كويسه. فلازم احنا كمان نحسس الست بالامان. الست يا جماعه لازم تاكل ودانها. يعني ايه تاكل ودانها؟ بتحب تسمع كلام حلو كتير، سمعها كلام حلو كتير، علشان خاطر لما تيجي مثلا اي موقف انت قصرت معاها فيه، او اي حاجه مثلا انت عملتها، اي موقف كده ولا كده ولا كده، تغفرهولك خلاص كده علشان الدنيا تمشي. وبقول لكل راجل وكل ست، حافظوا على بيتكم واولادكم. والست هتيجي تقول لي طب والراجل الكئيب اللي ما بيضحكش اللي معايا دوت، هعمل فيه ايه؟ نعمل معاه ايه؟ نتصرف معاه ازاي؟ هقولك في الحاله دي يا حبيبه قلبي، سيبك منه خالص خالص، ولا اكنه موجود في البيت، ولا اكنه موجود في حياتك. نفضيله بمعنى اصح، ما تدلقيش عليه، بمعنى اصح ما تدلقيش عليه. مش انت رايح فين وجاي منين وتليفونات بقى كل شويه وانت مش عارفه ايه. لا، سيبيه، سيبيه لغايه ما هو، سيبيه يا ستي سنه اتنين، لغايه ما هو اللي يرجع، ولغايه ما هو اللي يقولك انت فين، ولغايه ما هو اللي يسال عليكي، ولغايه ما هو اللي يضحك في وشك ويتمنى لك الرضا ترضي. علشان خاطر كده انا بقول لكم الكلام دوت، مش ان انا فمش معنى ان مثلا ان انا بقول لك سيبك منه بدل السنه اتنين. لا، انت الاول طبعا هتبداي يعني ايه سيبك منه بدل اليوم اتنين، سيبك منه بدل الشهر شهرين، سيبك منه بدل السنه اتنين. يعني ايه؟ انت مش قادره تفهميني. انا عايزاكم تفهموني، عايزاكم تعتبروه خالص كده، على البر خالص كده، مجرد جيب بيصرف وبس. خلاص كده يا رب النهارده الفيديو يكون عجبكم ونال رضاكم. اتمنى لكم الخير والصحه والسعاده ليكم جميعا، وليا انا كمان طبعا الخير والسعاده. وبقول لكم يا رب كده ربنا سبحانه وتعالى يملى حياتكم فرح وسعاده ورضا، ويملى حياتكم كلكم بالخير انتوا وولادكم. واتمنى ان الفيديو يكون عجبكم ونال رضاكم. مع السلامه، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه، باي باي.